كم مرة مشيت على الصحراء لوحدك بعربيتك، تحس إن حد قاعد معاك في الكنبة اللي ورا، تبص في المراية بتاعت العربية تحس برعشة وحاجة غريبة، في حد قاعد معاك. الصحراء سكون مرعب وظلمة تقطع القلب، لكن في طرق معينة تحول لمسرح، مسرح حكايات مرعبة وحقيقية. النهاردة هحكي لكم 3 قصص حصلت بالفعل على الطريق الصحراوي، شهود عيان أكدوا إن اللي شافوه مش مجرد أوهام. دوس لايك واشترك في القناة ويلا بينا نحكي. في مدرس مصري راجع من شغله متأخر على الطريق الصحراوي، طريق فاضي والليل حالك السواد. فجأة عربيته عطلت فنزل يصلحها بنفسه، بس المشكلة إن ولا كان فيه شبكة موبايل ولا كان في أي عربية معدية. وهو واقف بيحاول يصلح في عربيته حس إن في حركة حواليه، أصوات غريبة، همسات مش مفهومة، كأن حد بيتكلم من بعيد. بص حواليه لقى خيالات ماشية في وسط الضلمة، مش واضحة بس أكيد في حاجة موجودة. الراجل بدأ يحس إن نهايته قربت، لكن ظهر أمل صغير. عربية عدت من عليه ووقفت وساعدته، لكن لما حكى للناس اكتشف إن المكان ده مشهور بظهور الأشياء الغريبة والأصوات المرعبة والحوادث اللي ملهاش تفسير. واحد تاني راجع من اسكندرية الساعة 12 نص الليل، طريق هادي، وفجأة حس إن في حد معاه في العربية. بص في مراية العربية شاف خيال قاعد في الكرسي اللي وراه. اللحظة دي مرعبة جدا، تخيل نفسك سايق لوحدك وتلاقي حد مش موجود بيشاركك العربية. الراجل حاول يسيطر على نفسه، ما يطلعش أي صوت ولا يعمل أي حركة غريبة، لكن أما قرب من منطقة منورة الظل ده اختفى فجأة وكأنه ما كانش موجود من الأساس. الغريب بقى إن الراجل لما حكى حكايته اكتشف إن في ناس كتيرة شافت نفس الموقف في نفس الطريق. القصة التالتة، كان في ضابط واقف في كمين على الطريق الصحراوي، الليل هادي، لحد ما شاف عربية جاية بسرعة كبيرة. حاول يوقف لها ويشاور ليها تقف، لكن السواق تجاهل الإشارة، بدأ يطاردها وفضل ماشي وراه، لكن في لحظة صادمة العربية اختفت قدامه فجأة كأنها اتبخرت من الوجود. الظابط رجع للكمين في حالة صدمة وحكى لزمايله. المفاجأة بقى إن دي مش أول مرة تحصل، اتكررت مع ضباط وأشخاص تانيين، ودايما نفس النتيجة، عربيات شبح بتظهر وتختفي. طريق الصحراء بالليل مش مجرد طريق، ده عالم تاني مليان أسرار وخيالات وأصوات معرفش حقيقتها إلا اللي عاشها. لكن السؤال هنا، هل دي كلها مجرد قصص ولا فعلا في قوة غامضة بترصد اللي بيمشي بالليل في عز الضلمة؟ أنا حكيت لكم 3 قصص مؤكدين، لكن اللي ما نعرفوش قصص تانية كتير بتحصل كل يوم، بس أصحابها ما بيحبوش يحكوا. لو ليك تجربة على الطريق الصحراوي اكتبها لنا في التعليقات، وخلي بالك في المرة الجاية الخيال اللي شافوه غيرك ممكن يختار يظهر لك انت. وفي الآخر، لو عجبك الحلقة دوس لايك واشترك في القناة واستنى الحلقة الجاية. سلام.